يعني ايه شرب وليه بستخدمه؟ انا دلوقتي لما باجي اشطب اي شقه لازم احدد الشرب بتاعي، دي اول خطوه بتعملها. ليه؟ لان اللي هي الارضيه بتاعتك بتكون خرسانه، وطبعا الخرسانه بتكون في عالي وواطي، يعني الافقيه مش مظبوطه، وانا لازم الافقيه بتاعتي تكون مظبوطه، لان كل البنود اللي جايه بعد كده سواء بقى سباكه، كهرباء، نجاره، اي حاجه لازم تكون الافقيه مظبوطه. بحل المشكله دي ازاي؟ بصي يا هندسه، انا بحترم الخرسانه مره واحده بس، وهي وانا باخد الشرب، غير كده انسى الخرسانه دي تماما. باخد الشرب بقى ازاي؟ ده في حاله طبعا لو الشقه كلها مش متشطبه بالسلم. بتيجي عند بسط السلم اللي هي قدام الشقه بتاعتك، عايزه اوصل لمنسوب الخرسانه الحقيقي، يعني بنضف المكان كويس جدا، سواء بقى في رتش، طوب، كسر، رمل، اي حاجه، بتنضف كل ده لحد ما توصل لمنسوب الخرسانه وتفرد المتر بتاعك. طيب بفرده على كام؟ المفروض ان منسوب الشرب بيكون متر من منسوب التشطيب، يعني متر زائد منسوب التشطيب، بس منسوب التشطيب انا يعني بفترضه 10 سم، لان طبعا انا هو لسه مش معايا. تمام؟ فسي ان انا دلوقتي هعمله 10 سم زي ما قلنا، فهتفرد المتر بتاعك على متر و10. تمام؟ طيب انا دلوقتي هعرف ازاي الشرب ده صح ولا غلط؟ بدخل الشرب ده انقله على اكتر مكان كريتيكال عندي في الشقه، وطبعا هو الحمام. يعني مش اول ما تاخد الشرب تروح تنقله في باقي الشقه، الاول هعمل تشيك هو صح ولا غلط، عن طريق زي ما قلنا هدخل في اكتر مكان كريتيكال في الشقه وهو الحمام، وهنتكلم على ده بالتفصيل في فيديو تاني. بس المهم ان انا دلوقتي عرفت ايه هي فايده الشرب، وبجيب الشرب ازاي، وليه بستخدمه اصلا.